بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد، قلت للشيخ عبد القادر الحسين حفظه الله: الشيخ فلان يعمل في الوهابية أكثر مما يعمله 10 من الشيخ عبد القادر الحسين، يا حبذا لو تشير له في مقطع. جزاه الله خير، عمل عنه حلقة فيديو، دار عليه فيديو، ألا وهو الشيخ خالد باحميد الأنصاري. يقال بأنه تلميذ الشيخ مقبل، هذا كبير السلفيين في اليمن، وتلميذ ابن عثيمين. كان وهابي طبعا فتاب، واليوم يعمل في الوهابية عمل الذئب الجائع في الغنم. شيخ ما شاء الله خلوق متأدب ساكت، لا ضجة ولا شوشرة ولا شيء، إنما يهدم في هذا المذهب الفاسد بكل سكينة بكل تأودة. كونه كان منهم، والوهابية التائبون لأنهم أعلم بخفايا هذا المذهب الفاسد، فهم يصلحون ما لا يصلح غيرهم ممن لم يبتلى به، لأنهم يعرفون جميع النقائض وجميع النقائص وجميع ما يخبئه هؤلاء القوم، ما يظهرون وما يبطنون. لذلك دائما نحن نستبشر بالوهابية التائبين، لأنهم أعرف منا بهذا المذهب الفاسد الكاسد. لذلك أنصح بالاستماع له، لأنه يتكلم بفصاحة وبلاغة وأدب وهدوء وتأصيل. الشيخ خالد باحميد أنصاري اليوم هو صار من أهل السنة والجماعة، وينافح عنهم وينقذ الكثير من تلطخ بهذا المذهب وتابع على يديه كثير. فنرجو الله عز وجل أن يسدد خطاه وأن يهدي على يديه الكثير، ونسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والأخرى الباقية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.